البوتاجاز اللي باحبه بصراحة وبارشحه لأي حد لو حد سألني عليه، أقول له بوتاجاز كريا سمارت. البوتاجاز ده حكاية حكاية. تعال نشوف البوتاجاز ده مواصفاته إيه. ده كرياز سمارت اللي هو الجديد المعدل. الازاز بتاعه الظهريه 5 مللي، ازاز تقيل. الحوامل نفسها تقيله، انت ما تعرفش تشيلها بايد واحده. ديت تقيله 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 الحوامل. الاوكر فيها اشعال ذاتي، ولكن الاوكر نفسها بتنزل مشرشره. يعني هي بصراحه جميله، بس يعني ممكن تضايق ناس شويه لو ايه ايديهم بقى تعوز ايديهم. العين الثلاثيه دي عليها شغل تقيل خالص. احنا كده شغلناها هو زي ايه بوتاجاز، ولكن تقدر فيها شغل اوبشنات شويه. اقدر اهديها، واقدر اطفي اللي بره واشغل اللي جوه بس بالدرجه العاليه، واقدر اهديها كمان الدرجه اللي هي اللي جوه. شايفين كده؟ يعني فيها حوالي 4 اوبشنات شغالين غير اي بوتاجاز تاني. وارجع تاني اشغلها بالنار العاليه خالص. نشغل بقى اللي بعدهم. ده الاوكر بتاعته الخمس عيون. نبص على المقبض بتاعه كمان، شوف عامل ازاي. تقيل ومحمل واخد حقه. وتحت منه في فوق منه مروحه تبريد بتبرد الازاز وتبرد الاوكر. ولكن احنا قلنا الاوكر مشرشره. طبعا ده اكبر فرن. ليه اكبر فرن بقى؟ لان هو شالك الحافظه دي تاني نهائي. في ناس ما بتستخدمهاش اساسا، بتركن فيها الاكل. فشالها بقى وقال لك اوسع الفرن بقى وادي هيبه للبوتاجاز. بوتاجاز تقيل ومحمل، ازازه تقيل برضه ازاز البوتاجاز. والمقبض تقيل جدا. عندنا المفتاح اللي على الشمال خالص ده مفتاح البرامج. تقدر تشغل بقى منه اللمبه. عندنا بقى السيخ يمين وشمال، كل واحد لوحده عايز تشغلهم، عايز تشغل اتنين مع بعض تشغلهم. كمان في بقى هنا المفروض اللي هو القديم كان بينزل 4 مراوح. الجديد بقى منزلين هنا مروحتين. وكمان منزلين مفتاح واحد للفرن، اقدر اشغل الفرن عشان اشغل الشوايه، اطفي الشوايه وارجع اشغل الفرن. فرق بين سمارت القديم وسمارت الجديد يا جماعه، زي ما احنا قلنا الاوبشنات دي. بينزل مفتاح واحد للفرن والشوايه. لاغيين منه ال4 مراوح وشغلوا مروحتين بس. زي ما انتم شايفين كده الشوايه هو، انما هو نفس البوتاجاز ونفس كل حاجه. بصراحة القديم كان أفضل بصراحة. يعني القديم كان حلو، بس هو نفس كل حاجة، نفس الأوكر ونفس كل حاجة، نفس المقبض ونفس اللي